يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وشكرا جدا على تفاعلكم وتعليقاتكم، ويا رب يفرحكم زي ما بتفرحوني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل بتنجان مخلل بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه. اول حاجه انا بحب اعمل البتنجان اللي هو الاسود، ما بحبش اعمله بالابيض، وممكن تعمليه بالبتنجان الرومي. جبت البتنجان وغسلته كويس جدا ونشفته، وابتديت ان انا اشيل منه العنقود واقطعه نصين كده. انا بحب اقطعه نصين علشان يبقى سهل في الاكل، ما بحبش اعمله صحيح. وجبت عدد 3 ليمونات كبار بالشكل ده وعصرتهم، وهبتدي بقى اجيب هريسه الشطه. طبعا انا عملت هريسه الشطه دي قبل كده في فيديو قبل كده. بجد الهريسه دي تحفه، ادمان، بقت ادمان خلاص، لازم تكون عندي في التلاجة. ويا سلام بقى لو عندك عجينة طعمية وحشيتي الطعمية بالهريسة دي بتبقى تحفة. وكمان حط عليها معلقة كده على الفول وشوية طحينة وكلي احلى فول. بجد الهريسة دي بقت ادمان، لازم تكون موجودة عندي في التلاجة ايا كان. وكمان لو عملتي بطاطس مهروسة، بدل ما تحطي عليها ملح وفلفل والحبشتكنات بتاعتك دي، حطي عليها برضو شوية من الهريسة دي، بجد بتوديها في حتة تانية خالص. انا الهريسة دي بجد هعتمدها، وبقيت بحطها في اي حاجة. وحطيت بقى 4 فصوص توم مفرومين، وهبتدي ان انا اقلب الخليط ده كله مع بعضه. وحسيت اللي هو محتاج شوية ملح زوديله. طبعا البتنجان احنا عارفين اللي هو بيحب الخل والثوم، فهبتدي بقى ان انا اقلب كل ده مع بعض. وحسيت اللي هو محتاج شوية بهارات فحطيته. بجد البتنجان كان طعمه خطير خطير خطير، جربي بجد بالطريقة دي هيعجبك جدا. وهبتدي بقى ان انا اقلب كل الخليط ده مع بعض. جبت البتنجان بعد ما حمرته وهو سخن كده، ما سبتهوش يبرد علشان يتشرب من الخليط ده، وهنزل عليه بقى بالخليط اللي انا عملته وهقلبه. انا هنزل بالكمية كلها علشان يشرب كده من الخليط ويبقى طعمه حلو. البتنجان ده تاكليه في نفس اليوم، مش هتستني عليه لتاني يوم او تالت يوم، لا انت تاكليه في نفس اليوم بجد من حلاوته. هبتدي اقلب بقى البتنجان بالراحه كده علشان ما يتهريش. حاولي انك تبقي حنينه عليه يعني وانت بتقلبيه علشان ما يتهريش منك. وهبتدي بقى انزل عليه، لو حسيتي اللي هو محتاج الخلطه تاني حطي عليه. وبس كده، ده البتنجان يكون جاهز معانا. سيبيه بس يهدى شويه من السخونيه، حطيه في التلاجة على ما تحضري الغدا وتاكلي منه. بجد هتاكلي منه في نفس اليوم، مش هتستني عليه يوم ولا 2 ولا 3، بجد هو هيبقى طعمه خطير. وده البتنجان كان تاني يوم. بجد البتنجانة بقت طرية واتشربت من الخلطة اللي احنا عملناها، بجد كان طعمه حلو قوي. انا بقى كنت رايحة لحد يعني، وكنت عايزة اشوف رد فعله ايه لما يدوق البتنجان، وبجد عجبهم قوي. وكنت مبسوطة اللي هو كان هو بصراحة طعمه حلو قوي، وجوزي هنا بيحبه وبيطلبوا مني كتير. هو لازم يبقى موجود عندنا في التلاجة يعني. ويا سلام بقى لو كلتيه كمان مع سندوتش طعمية كده في فينو في عيش سخن، وتحطي عليه كده بتنجيتين، بجد بيبقى تحفة تحفة تحفة. انتوا جريتوا ريقي على فكرة وانا بعمل فويس نوت دلوقتي. بس يلا بقى مش مهم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني ان انا انزل فيديوهات. باي باي.